منة شلبي قلعت واتباست علشان توصل. ضحت بجسمها علشان توصل ويكون لها دور وتقدر تحصل على أدوار ويكون لها مكان في السينما. ما كانش في طريق قدامها غير الإغراء، غير إنها تتعرى وتبين جسمها وتقدم مشاهد سخنة وجريئة جدا. أول ظهور ليها كان في فيلم الساحر في سنة 2001. في الفترة بين 2000 و 2001 كانت بدأت أفلام الشباب الكوميدية تكون هي اللي مسيطرة على السوق، هي اللي واكلة الجو يعني. فقرر بعض المخرجين إنهم يقدموا أفلام خارج الصندوق أو يكسروا الصندوق أحسن يعني. فيجي المخرج رضوان الكاشف ويقدم فيلم الساحر اللي كانت بطلته الفنانة منة شلبي. والعمل كان مفاجأة لناس كتير، لأنه بيتكلم عن بنت عندها 16 سنة بالظبط يعني، وبتعمل علاقة جنسية كاملة مع الشاب اللي بتحبه، وبتقدم مشاهد جريئة جدا خارجة عن المألوف وغير متوقعة تماما. منة شلبي نفسها اتكلمت عن الدور وقالت ان اللي رشحها للدور ده كان الفنان الكبير محمود عبد العزيز، لما شافها في فرح وعرض عليها الدور. وهي كانت فاكرة ان هو هيديها دور في فيلم يعني مش مجرد يعني حاجة محورية، حاجة ثانوية كده يعني، مش هتكون بطلة الفيلم مرة واحدة يعني، لكن اتفاجئت انها بطلة العمل نفسه. وكان وزنها ساعتها زايد جدا لانها كانت بتحب الاكل، وهو اللي ساعدها انها تقدم الدور كويس ويبرز موهبتها بشكل كبير.